بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في رحلة مع النور. قبل ما نبدأ كلامنا أحب أفكر حضراتكم إن دي أول حلقة للموسم الثاني من رحلة مع النور. الموسم الأول قدرنا فيه بفضل الله نبني مع بعض سفينة النجاح. يا رب الموسم الثاني يكون مرحلة تثبيت للنفس في السفينة، ونكمل المرحلة بنور أكبر وقلب أعمق. النهاردة عايزة أتكلم مع حضراتكم عن طريق النجاح، طريق السعادة، طريق الراحة، طريق كلنا بنسمع عنه بس كتير مننا مش بيعرف يمشي عليه. مش عشان هو صعب، عشان هو بس محتاج الإخلاص، محتاج الصدق. الطريق ده هو طريق الحب، زي ما حضراتكم سمعتوا كده، طريق الحب. أيوة فعلا، طريق الصالحين، طريق العارفين، طريق المخلصين، طريق الوصول إلى باب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانت رسالته كلها حب ودعوته حب. الكراهية ملهاش مكان في تعليماته ولا توجهاته. دعوة سلام، دعوة تسامح، دعوة تعايش، دعوة وضوح، دعوة تفضيل الغير عن النفس، رحمة بلا ضعف، مساعدة المحتاج والمسكين. تعالوا بينا نعيش في بساتين المحبة المحمدية، نسمع ونستمتع مع الحبيب اللي الكون كله بيحبه، الشجر والحجر والطير والإنسان والحيوان. تعالوا معايا نشوف محبته بدينه وعقيدته، وإزاي نتأدب بأدب الحب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نرحب بضيفنا الدكتور إسلام النواوي من علماء الأزهر الشريف. رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، وخلينا نرحب بضيفنا الكريم الشيخ إسلام النواوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك شيخنا. اهلا بسيادتك يا فندم. نورتنا. يا رب يبارك في حضرتك، الله يكرمك. مولانا، عايزين نعيش المشهد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد قدام عمه، وعمه بلغه ان قومه بلغوه ان هو مش قادر يتحمل اكتر من كده. نور الموقف ده كان تقيل قوي عن سيدنا النبي. ممكن حضرتك تعيشنا الموقف ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. دايما الحديث عن سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كله جمال وكله رسائل وكله نور. في يوم من الأيام أهل الشرك ذهبوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وقالوا له يعني مر ابن أخيك أن ينتهي عما يفعل. إن أراد ملكا ملكناه علينا، وإن أراد مالا أعطيناه نفائس أموالنا، مش أي مال، نفائس أموالنا. وإن أراد نساء أعطيناه حسان نساء، أجمل النساء. ظنا منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون بيعمل الموقف ده علشان خاطر ياخد اي مكسب دنيوي يعني. لا، عقيدته كانت غاليه عليه سيدنا النبي. نعم. فكان في الموقف ده بقى، عايز اقول لحضرتك ده موقف تربوي، ده موقف ضبط النفس. يعني انا بتهيألي كل اخواتنا بتوع الHR يسمعوا الموقف ده يستفادوا منه قوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجموعة من القيم قبل التدين، وهو احترام أصحاب القامات، احترام أصحاب السن، احترام عمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعت له عمه أبو طالب فرح له، فقال له إن سادة القوم يقولون كذا. عارفة حضرتك لو واحد فينا قرر إنه يقلل مصروف ابنه كنوع من أنواع العقاب، متخيلة حجم التذمر اللي ممكن الابن يعمله إيه؟ لا طبعا هيرفض، بالعكس هينفخ، هيتضايق، إن الموقف ده موقف عقيدة، انت بتساومني على عقيدة. كل الروايات اللي جت في الواقعة دي لم تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى على ابو طالب باسمه، ما قالوش اسمع يا ابو طالب. احترام. كل الروايات قال والله يا عم، والله يا عم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدينا ثوابت قيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا النموذج الأمثل في الأخلاق علشان نحاول نتشبه بيه. احنا عايزين القيم دي دلوقتي، لأن فعلا اللي بنشوفه في السوشيال ميديا وفي المجتمع وفي العائلات كمان جوه البيوت مفيش القيم دي. أنا هكمل لك القصة وأقول لك السؤال اللي حضرتك قلتيه ده، اللي مفيش القيم دي وصلنا لإيه. النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وبكل أدب قال له والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يأذن الله لي. جملتين معناهم أنت كبير قوي عندي يا عمي، لكن الموضوع ده أنا مش بعمله من نفسي زي ما هم متخيلين، ده ربنا اللي أمرني. فما كان من أبي طالب أن عارض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعكس، وكان يحب سيدنا النبي صلى الله عليه طبعا وسلم. كان حمايته في وقتها. حضرتك بقى بتقولي لي احنا محتاجين الموضوع ده في البيوت، ده احنا محتاجينه في البيوت ومحتاجينه في المدارس ومحتاجينه في الشغل ومحتاجينه. صح. النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال الصلاة حديث والسلام. ونفسي الناس كلها تسمعه، المسؤولين عن الناس يعني اللي شغال تحت ايده ناس، الاب والام، الشوارع، المدارس. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث هو عبارة عن حفظ لدعائم المجتمع. ليس منا من لم يرحم كبيرنا، من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا قدره. الكبير ده، الشخص الكبير الشعر الابيض ده، الشرع بيوصي عليه قوي حتى وان كان افجر الناس. الشرع يقول لنا ايه؟ خدوا بالكم منه، مش لانه احسن واحد ولا انه افضل لا، لانه مننا، كبر. لان الله يستحي منه. ربنا سبحانه وتعالى يستحي من هؤلاء اصحاب الشعر الابيض، خلاص طبعا في السن. والصغير، احنا لو لقينا حد صغير بيعمل حاجه غلط فقدنا منطق التوجيه. والولاد دلوقتي انا اسف يعني هتكلم بلغه السوشيال ميديا، لا، انا هو اسف، ده المفروض دلوقتي. يقول لك يلا نطلعه مسرح. فعلا. نطلعه مسرح يعني ايه؟ يعني نغتاله معنويا، ما يبقاش عارف لا يخرج ولا يفتح صفحته ولا يروح المدرسه ولا يروح النادي. طلعناه مسرح، حرقناه، يعني حرقناه عشان بمعنى الترند. عشان الترند وعلشان الفاني وعلشان احنا يعني خليك ايزي. خليك ايزي دي ممكن تقتلي بني ادم. معلش يا مولانا، اسفه، انا عايزه حضرتك تبلغ الساده المشاهدين وشبابنا اللي بيعملوا كده حرمانيتها شكلها ايه؟ حرمانيتها لا تقل عن الغيبه، عن حرمه الغيبه، هي من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اياك ان تذكر اخاك بما يكره. يعني هم مش واخدين بالهم ان هم بيعملوا كبائر، هي فاكرين خالص يا فندم، حاجه احنا فن الريتش زي ما عندنا حضرتك بتقول. لحس دماغ الناس. الريتش عندنا، انت متخيله ان الريتش يعني اللي هو ايه؟ نسبه الوصول للمشاهدين. ايوه يعني الريتش، ايوه ممكن كام واحد لايك. معلش انا جاي لكم شيخ من عالم السوشيال ميديا، انا لا اسف. معلش، احنا كلنا في السوشيال ميديا. اصله بقى واقع. بقى واقع بقى واقع. لازم نعرف ازاي نفهم شبابنا دوسة اللايك دي او الشير هي ممكن توديه فين. انت متخيله ان ممكن حد علشان الريتش عنده واقع يطلق مراته عشان يعمل ريتش، وبعدين يبقى يفكر يرجعها تاني؟ فين هو من سيدنا النبي بقى؟ مش مساله فين الثابت في المجتمع. يعني هي القصه بقى مش فين هو من سيدنا النبي. بعيدا عن الدين والاسلام والمسلمين، العلاقه الزوجيه دي عند كل الناس وعند كل الاديان وعند كل الدنيا. دي العلاقه اللي انا يعني ايه، انا دخلت بنفسي كده، اخترت الشخص ده واخترت الانسانه دي. فالعلاقه دي من الثوابت. فين الثابت في حياتنا؟ ربنا يثبتهم ورا. الدنيا صعبه جدا. وبعدين يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ وليس منا من لا يعرف لعالمنا قدره. مش معنى كده ان العالم ده احسن واحد. على فكره ممكن يكون في شخص عادي جدا بيعبد ربنا احسن من العالم. يعني في ناس مستخبيه كتير. الله عليكي، اهو لفظ مستخبيه ده لفظ راقي جدا. في ناس ما بتحبش تتشاف وهي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. القصه بقى يا فندم، النبي قال الحديث ده ليه؟ النبي قال الحديث ده علشان يحفظ شكل المجتمع. الكبير متحافظ عليه، الصغير متحافظ عليه، العالم اللي بيعلمنا حتى وان اخطأ مش هنصطاده، صح. مش هنقبل كلامه، لكن مش هنسلخه. ليه؟ ده شكل المجتمع. طيب لما افتقدنا شكل المجتمع، لما افتقدنا احترام الكبير، العطف على الصغير اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله لنا، ابتدينا نسمع والعياذ بالله عن انتهاك اعراض اطفال في مدارسهم. دي كارثه، كارثه، دي مصيبه. ده من ايه؟ انا ما اقدرش امن على ابني دلوقتي في المدرسه. لازم اتعلم ازاي اعلمه يحافظ على نفسه. وبعدين احنا بقينا نتكلم على فئه ايه كلاس. يعني خلاص. مش فئه عاديه، فئه ايه كلاس. يعني متخيله احنا وصلنا الى ان الثوابت في المجتمع اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمها لنا جنب الدين ابتدت تنهار. افكر المشاهدين بالسؤال بقى الاولاني اللي حضرتك قلتي لي ان عمه كان باعت له يقول له سيب الدين، قال له والله يا عم. فعندنا حاجات كده ثوابت. بابا وماما بيغلطوا في حقنا، ممكن بيظلمونا، بشر. ممكن، لكن ربنا ما خليهمش يتحاسبوا في الدنيا، يتحاسبوا في الاخره. ليه؟ عشان نحافظ على شكل البيت. الراجل الكبير العجوز ما اقولوش انت، انا اسف في اللفظ، انت اصل انت كبير وخايب، لا ما اقولوش دي.
وهو معروف انه غلطان، لكن استحي لاني بتعامل مع توجيهات. كل ما التوجيهات دي انا كنت حريص ان انا اعملها، كل ما يبقى المجتمع استيبل كده وامان، والدنيا حلوه قوي كده وماشيه جميله جدا جدا جدا. حضرتك من هنا نقدر نقول ان سيدنا النبي تعليماته لكل العصور، طبعا. ونقدر نتعلم ايه من سيدنا النبي؟ نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نتكلم الكلام اللي يفيد الدنيا كلها، ما يفيدش المسلمين بس. نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق. نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الأخلاق. الأخلاق دي مهمة جدا، وتلتين ديننا أخلاق، سلوكيات وأخلاق. تلتين الدين، تلتين الكلام اللي قاله سيدنا النبي، تلتين أحاديث سيدنا النبي، 70% من أحاديث سيدنا النبي أخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص انه يترجم الكلام ده لافعال. ففي مره النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قاعد في وسط الصحابه وجاي من غزوه ومنتصر، يجي واحد يخش عليه يقوم واخده من طرف الثوب كده. متخيله النبي قاعد في وسط الصحابه في مجلسه، هو النبي، وياخده من طرف الثوب كده ويخنقه ويقول له: يا محمد اعطني من المال فانه ليس مالك ولا مال ابيك. الولاد اليومين دول لما يحبوا يهزروا مع بعض يقول له: اراك توزع في مال اهلك. اهو دي كان الراجل قايلها قبل منهم، يعني قبل ما يرموا الافيه ده كان الراجل الاعرابي ده قايله لسيدنا النبي. الافيه ده قديم على فكره. فقال له: اعطني من المال فانه ليس مالك ولا مال ابيك. ده مش بتاع بنو عبد المطلب، لا لا. فسيدنا عمر بن الخطاب كان غيور دايما كده. في وسط اصحابك كده تلاقي ايه؟ صديقه عايزه تستاثرك لنفسها. انت بتاعتي انا لوحدي، ما تكلميش حد، انا اللي بخاف عليك، انا اللي بحبك، انا 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 انا. فسيدنا عمر بن الخطاب كان غيور على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعينه بتدور. سيدنا عمر بن الخطاب لما عينه بتدور دي تخلص برفعة سيف على طول، مفيش كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عينه على عمر ويشير اليه ان اجلس، اقعد سيبه، هو عارف هيعمل ايه. برضو اخواتنا بتوع الاتش ار ياخدوا الحته دي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دايما يقول لك لما يبقى في حد متمرد ما تحاوروش قدام حد. ليه؟ اولا هو هيحاول يستظهر نفسه، ثانيا هيقلل من قيمتك، ثالثا مش هيسمع. فاحرق عليه الطريق واقطع عليه الطريق وحاوروا بينك وبينه. ودي متعه. في ناس عندها شغف انها تترسم قدام الناس حتى لو بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذه الى حجرته وقال: ماذا تريد؟ قال: اريد من المال. فاعطاه. فقال: ارضيت؟ قال: زدني. فزاده. قال: ارضيت؟ قال: رضيت. قال: اخرج فاخبرهم انك رضيت، فان في نفوس القوم منك شيئا. عرفهم ان انت راضي وان انا راضي، عشان ما فيش واحد ممكن عمر يقابلك في الطريق يقول لك تعال. شوفي السلوك. تعليم، دي اخلاق. تعليم، اخلاق. ده اخلاق. يعني اول حاجه سيدنا النبي عملها ان هو سكت لما شاف سيدنا عمر. بس خدي بالك هو ما سكتش ضعف، لا مش ده قوه، لا لان طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم في عندنا كده علم الجماعه بيعلموه اسمه علم الاتيكيت. بالظبط، كنت لسه هقول لحضرتك. علم الاتيكيت ده علم بس اساسه في الدين. النبي يعلم ان الراجل ده اعرابي ما عندوش فنون الاتيكيت، انه يتعامل مع النبي ازاي، انه المراسم والتأديب والكلام والحوار والكده. فالنبي علم ان الراجل ده عنده منطقه مظلمه في حياته اللي مش عارف بيها. لكن تخيلي لو ان الموقف ده كان حصل مثلا من حد من الصحابه اللي متعلمين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعنفه، كان يعلمه. ما هو هنا سيدنا النبي بيعلمنا ان كل موقف ليه تصرف حلو، وبيعلمنا كمان ان انزلوا الناس منازلهم مش بس في الرفعه. انزلوا الناس منازلهم. انا النهارده قاعد مع حضرتك مذيعه مثقفه، لازم اديكي وقارك. طب انا النهارده بتعامل مع اخ لم يتلقى تعليما كثيرا، ما تعاملش مع ناس كتير، لازم انزله منزلته علشان ما اظلموش. وانا مش هتعامل معاه على طريقتي انا، لازم اتعامل معاه على طريقته هو. فالنبي في الحديث ده بيعلمنا يعني ايه انزلوا الناس منازلهم في الرفعه وفي الايه وفي الدونيه. يعني حد بسيط هتعامل معاك ببساطتك على قدرك دون ان تنتهك قدري. النبي بقى كمان بيعلمنا، لان المواقف اللي زي دي البسيطه دي لما بتحصل في حياتنا يبتدوا اللي حوالينا يقول لك لا 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 ده الناس بيستعبطوك، ده بيقولوا عليك عبيط، بنسمع كتير جدا الناس ده طيب. هي طيب دي ممكن نعديها، لكن هي الكلمه الدارجه الاول طيب وبعدين بيقولوا انت دي اول اهبل. دي اول الطريق. فانا ما بيعجبنيش غير سيادتك دي، يعني ما بيضايقنيش غير سيادتك، بلاش سيادتك، اهبل على طول. وبنسمعها. لا انا مش اهبل. دايما كنا نتعلم من الشرع انه كسب القلوب اهم بكثير من كسب المواقف. في ناس كتير في البيوت بيتقال لها الكلمه دي وبتوجعها، اهبل، عبيط، طيب، طيبه،
وبترجع تقول طب انا بعمل في نفسي كده ليه؟ بعمل في نفسي كده ليه؟ عشان زوجها مثلا. زوجها او العلاقات الزوجيه. آه. طب كويس ان حضرتك يعني اشرت للموضوع ده. الحياه الزوجيه استثناء عن كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. يعني لازم نفصل. ده الحياه الزوجيه دي، بصي حضرتك، رسالتي لنفسي قبل اي حد، اي شيء الانسان بيعمله عشان يحافظ على بيته ده قوه، منتهى القوه، سواء كان راجل او ست. اي شيء انا بعمله، يعني مثلا انا السيدات المشاهدات، وانا اسف ان ودي مشكله بقى اللي وقعنا فيها بقى، انه بعض الفيمينست، وانا اسف ان المصطلح ده بقى موجود في حياتنا، عايزه تمشي البيت زي ما بيمشي في الشارع. لا، انا في الشارع باخد حقي تالت ومتالت، لان مفيش رابط بيني وبين بين الناس دي. لكن انا في البيت زوجي جاي متضايق شويه فاستحملته، ده رصيد، ده رصيد. طب انا مهم في البيت جدا مراتي جدا. اتعصبت عليا شويه وانا استحملتها، ده رصيد. دايما كده تلاقي في حالات الانفصال، انا اسف، سيدنا النبي بياخدنا لحاجات حلوه هو قوي. جميل سيدنا النبي بصراحة، ومحبته تخلينا نخش في حياتنا كلها. دايما تلاقي في حالات الانفصال كده حالات انفصال على اسباب اتفه من التفاهه، عشان ما فيش رصيد. هو ده. الله يفتح عليكي، حضرتك سيده مصريه اصيله. هي القصه مش انا انفصلت عشان الموقف ده، القصه ان ما بقاش فيه رصيد. كانت ابله فضيله بتقول، انا احب اتعلم من اي حد. ايوه صح. كانت ابله فضيله بتقول ان الحياه الزوجيه عباره عن رصيد، كل واحد بيحط في صندوق الرصيد، فطول ما في رصيد في الصندوق الاتنين بيعرفوا يعدوا المشكله. اول ما الرصيد بيتصفر خلاص خلص. حتى لو العشره بقالها 40 سنه بس الصندوق فضي. ولذلك تقدري تسمعي عن حالات انفصال مثلا بعد اسبوعين جواز. صح. دول ما لحقوش يعملوا رصيد، ما لحقوش يعملوا اي حاجه خالص، فاختبروا بعض في وقت ما فيش رصيد، فخلاص شكرا. فطول ما الحياه الزوجيه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بقى، يعلمنا برضو زي ما حضرتك بتقولي، نتعلم من سيدنا النبي ايه؟ حسن العشره. في موقف حصل مع سيدنا النبي، والله يعني لو حصل مع حد فينا في الوقت الحاضر ده، انا عارفه حاجه تتكلم عن انهي موقف. موقفه مع السيده عائشه كان أيوه. صعب جدا. صعب جدا. السيده عائشه، مش معنى ان انا وزوجي بنحب بعض او انا وزوجتي بنحب بعض انه مش هيحصل بينا مشاكل، لان احنا مش شبه بعض. هو سيدنا النبي قدوه. طبعا. انت عارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجته، يعني يجي في الحديث كده ايه، وكذاها يعني يعمل لها كده، نغزها يعني. انما ما جاش في السنه انه ضرب ست من نسائه. عارفه ليه؟ لان لو النبي لو ضرب مره كان كل الرجاله المسلمين هيقوموا الصبح يصلوا الفجر ويقوموا يضربوا ستاتهم. ليه؟ بنعمل سنه سيدنا النبي، هتعجبهم السنه دي. فلم يرد ان النبي ضرب مره. ليه؟ عشان يبقى النموذج الاكمل في الحياه البشريه والحياه الزوجيه. فلما يجي واحد مثلا كده يضرب زوجته، يا اخي ما يصح، اقول لي ما القران قال اضربوهن، اقول له بس النبي ما ضربش. يعني هو القران قال يضربوهن بس النبي ما ضربش، ما توصلش للمرحله دي. فكان النبي بيدينا النموذج الاكمل في السلوكيات، في الحياه، في الاخلاق. فمن جمال سيدنا النبي، السيده عائشه كانت تحب سيدنا النبي، تحبه قوي، تغير عليه قوي. والغيره من الامور الصعبه في الحياه الزوجيه برضه. وسيدنا النبي كان يحبها، كان يحبها جدا، وتحمل معها ما لا يتحمله رجل. ففي يوم من الايام حصل خلاف بينها وبين سيدنا صلى الله عليه وسلم. عارفه سيدنا النبي ده بيحكم للدنيا كلها. سيدنا ده الدنيا كلها تحب تقعد قدامه، بس دايما الزوجه ما تشوفش زوجها غير زوج. انت كل حاجه، انت الاستاذ الدكتور، صح. انت الشيخ العلامه، انت في يعني البيت انا اقول حكه انثى طبعا. انت شغلتك في البيت ايه؟ زوج. حبيبي بس شكرا. بس مش يعني دعوة. هتاخد الزباله وانت نازل، وهتجيب ربع جبنه وانت طالع، وانت الدنيا كلها بتخدمك، بس أيوه. انت عندنا ايه؟ زوج. واحب جدا جوزي يخش عليا بشايل مثلا. مثلا المهم، فحصل مشكله ما بين السيده عائشه وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفين ايه هي، فعلى صوتها على رسول الله عليه الصلاه والسلام. احنا ما بنتكلمش بقى في الالفيه الثالثه، ده احنا بنتكلم في وقت العرب اللي هم العرب بجد، الست ما تطلعش صوتها والدنيا تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش بيت يا افاضل ما بيحصلش فيه مشاكل، كل البيوت فيها مشاكل، كل البيوت، حتى الناس الراقيه بيحصل مشاكل، بس في شخص ما حدش بيعرف ان عنده ايه. في واحد تاني لازم الدنيا كلها تقول لك ده فلان ده اهو خلاص بيطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحتكم لغيرنا.
متخيله متخيله نحتكم لغيرنا؟ قالت نحتكم كمان النبي، هي مش شايفاه النبي. خلينا ناخد من الباب ده. فقال نحتكم لعمر. قالت لا، خافت. شديد سيدنا عمر، وبعدين ما بيجيش على سيدنا، يعني النبي عنده خط احمر ما بيسمعش. فقال نحتكم لابي بكر، ابوها. ابويا يجي بقى ياخد حقي. وللاسف هي دي مشكله الانساب اليومين دول، ان احنا بنحاول نتفوق على ننتصر على بعض. فقالت نحتكم لابي بكر. فجي سيدنا ابو بكر داخل بيسال بقى، وهي زعلانه والنبي زعلان، فالنبي مؤدب فبيقول لها تبدأي ام ابدا انا؟ ايه رايك، تقول انت ولا اقول انا؟ طبعا يعني لو واحد زوج عادي مش هيسال السؤال ده، يقول له تعالى شوف بنتك بتعمل ايه. فقالت ابدا. وجاء في بعض الروايات انها قالت له لكن لا تقل عند لكن دي لا تقل الا صدقا. يعني مش عارفه قالتها ازاي، قولها زي ما، عشان هي شايفاه زوج. هي لو مش شايفاه غير انه زوج ما كانتش قالتها. على فكره السيده عائشه شديده الادب طبعا، لكن هي حموت الزوجه. لكن لا تقل الا صدقا. النبي ما ردش. لكن هنا سيدنا ابو بكر بقى واقف، فقال لها يا ابنه ام رومان. ما قالهاش يا بنت ابو بكر انت بعيده عني، انت بنت امك. يا ابنه ام رومان انه رسول الله، لو غضب الله لغضبه لاهلكك واباك. الموضوع بقى ما بقاش خلافات زوجيه، ده بقى جنه ونار. ده لو ربنا زعل عشان الكلمه دي لسيدنا النبي هنخش النار. وهم ليضربها، جريت استخبت ورا سيدنا النبي. هنا درس، ده كل الموقف دروس. لا ده هنا بالذات درس. انا كزوج زي اي زوج احب مثلا ان انا اسمع انا اسفه، ما كانش قصدي، اعتذار. النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة دارت ورا ظهره منع ابو بكر. لو واحد تاني يوسع ظهره كده يقول له بنتك لا بس ربيها. ما اعتقدش اي رجل لو المرأة جريت ورا ظهره بخجلها اكيد هيدافع. في مواضع الكبرياء مش هياخد باله منه، في مواضع الكرامة انا حاطط الموضوع على كرامتي. في مواضع الكرامة والكبرياء الانسان معقولة اعتقد ان الكبرياء يتكسر في الموقف زي ده. انا راجل وبقول لك. طب خلاص خلاص انا من وجهة يعني نظر ست ان انا يعني رحت ورا جوزي. انا اكذب؟ لا يعني لازم يحس ان انا في مواطن الكرامه ان انا اخد الموضوع ده. انت عليتي صوتك عليا وخليتيني اجيب ابوكي. طب حابه اقول للرجاله لما الست تعمل كده دي في اكتر وقت ضعف. مش اكتر وقت ضعف. كمان النبي اعتبر ان هي تختاره تستخبى وراه ان ده اعتذار. النبي بيعلمنا في الموقف ده ان مش كل الاعتذارات لازم تيجي صريحه. مش كلها باللسان. في اعتذارات الانسان ما بيعرفش يجيبها صريحه. صح. زي ما واحد يتكلم عنك كده، ده اجمل موقف اعتذار. لا ده انا عايز اقول لك الاكتر من كده. زي ما واحد يتكلم عنك ويجي يقول لك ده فلان قال عنك كذا، فانت بكل قوتك وجرأتك يا فلان انت قلت عني كذا، يقول لك والله ما قلت. انت بتكذب علشان خايف مني؟ يعني انا ده اعتذار خلاص. لو انت كذبت علشان تقول والله ما قلت خلاص. فالنبي بيعلمنا ان مش كل الاعتذارات بتيجي صريحه. صح. فمنع ابو بكر، وابو بكر اضطر انه يمشي لانه ما يقدرش يكسر كلام سيدنا النبي، ما بيقاوحش مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وهو في الطريق. عارفه زمان لما كانوا اهالينا كده يدونا عقاب وبعدين يحسوا ان العلقه اللي خدناها ناقصه كده الم فنرجع تاني الميزان ما طبش، فانا لازم اديك الم، يعني انت كمان قاعد. فابو بكر ايقن انه لا لازم ارجع اعاقب بنتي. لا الموقف ده انا ازاي عديته، ازاي مشيت. فعاد فوقف على باب رسول الله فسمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة أما آن لك أن ترضي عائشة؟ ما أنش الأوان إنك تسامحيني يا حبيبي يا سيدنا النبي. فالسيدة عائشة بقى تخلص الموضوع ونخلص الحديث تقول له لا مش هرضى. فالنبي يقول لها أما يرضيك أني كفيتك الرجل؟ ما يشفعليش عندك وانت اللي غلطانه فين؟ وسيدنا ابو بكر سامع ان انا حميتك من ابوك. فضحكت. فدخل ابو بكر فقال اشركوني في سلمكما كما اشركتموني من حربكما. وهنا بقى انا اسف ان انا هقول الكلمتين دول. يغلط الراجل فيعتذر فتفرح المراه، تغلط المراه فتعيط، فالراجل لازم يروح يعتذر عشان المراه تفرح. فيعني هي القصه كده. معلش معلش بقى عديها المره دي. فالنبي يعلمنا انه ايه؟ لم حياتك عشان محدش هيلمها لك. ده اخلاق. صح. لا سيدنا النبي اخلاق. يعني وحضرتك بتتكلم دلوقتي انا عينيا كانت بتدمع من وهل الموقف. يعني عشت فيه. حضرتك عيشتنا الموقف ان ازاي اتعامل مع جوزي. ده جمال السنه. ربما تكوني لم تعيشي مع الموقف كمسلمه،
لكن عشتيه كزوجه اه تتمنى ان ترى نفسها. ولادنا يا عيني للاسف، انا اسف في اللي بقوله ده، بقى القدوه عندهم ان هم يعيشوا حياتهم الزوجيه زي المسلسلات التركي والهندي اللي بتقعد 300 حلقه، والبطله ممكن تضيع 3000 مره في لا المسلسل ولازم صح. البطل يلاقيها. الدنيا مش كده، لا الدنيا خالص. شغل واقساط وجمعيات وعايزين الواد يخش المدرسه. فالولاد واكتر من كده. حطوا التارجت بتاعهم اللي بيشوفوه في التلفزيون. لا، التارجت بتاعكم لازم يبقى واقعي، ان في حياه وبيبقى فيها مشاكل وفيها زنقه. فللاسف الولاد بقوا يخشوا الحياه الزوجيه، الهاني مول فين و... والفرح ازاي؟ وهنجيب مين وانا عايزه ازعل وتروح تجيب لي ورد. مبقاش حد يجيب ورد، ده خلاص، ولا ورد ولا ده راح في شوكولاته. حته تانيه الورد ده خلاص خلاص. كده. ما بقاش حد يجيب. بقت الحياه بقى ايه، آه هقول كلمه، احنا بقينا عايشين في زمن التيك اواي، مش في الاكل بس. في الحياه. ما بقاش فاست فود في الاكل بس، لا بقينا تيك اواي في كل حاجه، في العلاقات، في الشغل، في الحاجات الثابته في حياتنا، حتى في ايه اللي علاقاتنا وصلنا لده؟ باهالينا. نعم. ايه اللي وصلنا لده؟ انشغال الناس بارزاقهم عن رازقهم. مم. انشغال الناس بارزاقهم عن العين، بقت تبص اكتر من تطلعاتها. الانسان لما بيبص اكتر من تطلعاته فما بيرضاش، فبيبقى عايز ياخد بسرعه خطوات وثب، يجري جري، النفس. فلا يتملك شيء ولا يهنأ بشيء. النفس النفس بتاعنا. طبعا، النفس طبعا. والنبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام. من جمله ما علمنا، عايزين تبقوا اغنياء، الناس اللي بيشوفونا بقى عايزين تبقوا اغنياء، اقول لكم وصفه معادله الغنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. يعني لما يجي لك رزق كده افرح بيه، ما تقعدش تقول ما اصل فلان عنده اكتر من ده اضعف. عربيتك العرجانه اللي بتمشي كده توصلك لحد شغلك وهي طلعان عينيها وموديل مثلا 2007 بس شغاله وماشيه معاك، احسن من 100 عربيه موديل السنه، لانها مكفياك فتقدر تستمتع بيها. لكن طول ما انت نازل الصبح تدور العربيه اهلا ب 2007 وقرفان وراكب ومتضايق، مش مستمتع ان انت راكب عربيه وفي غيرك بيتمرمط في المواصلات، لانك مش شايف اللي عندك. فالنبي من جمله معلمنا بيقول: ارضى بما قسم الله لك. ليه؟ عشان تعرف تشوفه. صح. طول ما انت بتقولي ده انا ابني ده الواد شقي، الواد ابن خالته بيقعد ما بيتحركش، انت مش شايفه ابنك، مش مستمتعه بيه. وفي نفس الوقت انت بتشوفي ابن خالته في الحاله اللي انت بتشوفيه عليها، لكن مش في كل الاوقات. لكن لو انا شفت ابني وركزت معاه وقعدت اخد بالي واستمتع وبيزعق شويه هي دي حاله المود بتاع الرضا. انا راضي ان عندي 4 حيطان ساترني، حتى لو هم ضايقين شويه بس انا مستور. مولانا تسمح لي هنطلع فاصل. اهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، استنونا. من جديد عدنا لكم تاني أعزائي المشاهدين مع الشيخ إسلام النواوي علماء الأزهر الشريف. أثناء الفاصل جات لنا مجموعة كبيرة من الرسائل، إن شاء الله هنعرضها على مولانا. مولانا حضرتك احنا جات لنا رسائل كتير لما عرفوا نحكي معانا. الله يستركم الله ويكرمكم. يخليك. أستاذة هالة من اسكندرية، طبعا نرحب بأهل اسكندرية، أهلا وسهلا بيكم. طبعا. سألت السؤال اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية، هي مش عارفة تعمل إيه عشان تربي ولادها على العقيدة وسط الزحمة دي. حلو، ده سؤال مهم جدا. للاسف احنا بقى في شركاء كتير معانا في التربيه. كنا الاول بنقول الشارع بيربي، وبعدين قعدنا نقول المدرسه بتربي، وبقت السوشيال ميديا بتربي، صح. وولادنا بقوا يستقوا معلوماتهم يعني من 3 السوشيال. حاجات ولا 4 بيربوا. لا، ده كل حاجه بتربي، والولاد يا عيني مظلومين، لان اي انسان بيحب يجرب. فانا التربيه اولا عايز اقول للاستاذه هاله والكل اللي بيسمعونا، التربيه مش شيء سهل. فاللي رايح يتجوز وهيخلف وما عندوش استعداد يربي يراجع نفسه 3000 مره قبل ما يتجوز. التربيه مش شيء سهل خالص مطلقا. فانا عشان اربي لازم يبقى في حاله وسنس بيني وبين اولادي، ويبقى في حوار مباشر. مش عارفين يا مولانا ننزل لمستواه، يا مولانا يعني مش إيه فاضيين ننزل لمستوى نقعد نتكلم في الهايف قبل المهم. مع الولاد؟ لازم يبقى عارف ان انا الصندوق بتاعه. ليه انا الصندوق بتاعه؟ عشان انا جهاز الاشعه اللي بيكشف على ابني. عارفه لما حد فينا يحصل له كده التواء في رجله فيحصل شرخ، ده مش كسر، مش هيبان. صح. فلازم احطه على جهاز الاشعه. انا هعرف ان ابني عنده مشكله ازاي وانا مش جهاز الاشعه بتاعه. بيجي يقعد كده يرمي كل حاجه عندي. يعني أصاحبه
اصاحبه؟ ده انا ابقى اقل من صاحبه. انت عارفه ان الصحابه وصلوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة لمرحله والسلام. ان واحد من الصحابه يزني فيروح يقول له انا زنيت؟ انت متخيله النبي وصل معاهم لحد فين؟ ده رايح يتجلد او يترجم، بس وصل معاهم لمرحله انك علاقتك بربنا اقيم وافخم من انك تغلط وتكابر. دي الزرعه، ده ما بيجيش في لحظه، ده بيجي في سنوات. لازم يبقى لابني حال مع القرآن، لازم يبقى لابني حال مع الصلاة، لازم يبقى لابني ثقة بيني وبينه. احنا سمعنا كتير عن بنات شريفات عفيفات اتخذت صور ليهم وتركب عليها صور، في السوشيال ففضلوا ان هم ميديا. ينتحروا افضل من انهم يعترفوا لاهليهم. صح. سمعنا عن بنات بدافع الحب وبدافع المشاعر استسلمت لولد فبعتت له بعض الصور بشكل لا يليق، فاغتالها معنويا وقتلها، فاضطرت انها تنتحر بدل ما تجري تقول لماما انا عندي مشكلة وانا اخطأت في واحد اتنين تلاتة ويا ناس ساعدوني. ده هم خوف من الاهالي يعني، ده بعد ده, الشر ده لو مش بس حصل الخوف، ده الموقف ده. الحواجز يا فندم، ده الحواجز. الحواجز، ده طب الحواجز. نشيل الحواجز دي ازاي؟ بان احنا نبقى اصحاب، ومش شرط الاب والام، واحد يقوم بالدور. لا الاب لا الام. ما هو لازم يبقى برضو في كده ايه، حد بنخاف منه. ايوه صح. دي تربية، ده مش دين، ده محض تربية، ده محض تربية. وعندنا نماذج بقى في التربية، مش شرط ان انا اكون شيخ عشان ابني يطلع صالح. احنا عندنا نماذج في التربية. سيدنا نوح لما قال لابنه اركب معايا يا ابني انت هتغرق، اه قال له لا، ما اركب معاك منين انت، ده انا طالع الجبل. صح. يعني في اللحظة دي شيلي مشهد النبوة. ده اب خايف على ابنه، على الرغم من ان سيدنا نوح لم يكن مأمورا بانه ياخد ابنه معاه، لانه ياخد المؤمنين بس. النموذج الثاني عندنا سيدنا ابراهيم يقول لابنه هذبحك، يقول له حاضر. صح. منين؟ فرق. من حسن الصحبة ومن الكلام فمش شرط ان انا اكون صالح فابني يطلع صالح، لا مش شرط. طيب احنا كده ردينا على السؤال بتاع استاذه سلوى من اسكندريه. معانا على التليفون مين؟ الو. استاذ رؤوف، اتفضل. الو. الو. ايوه اتفضل حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله ليا سؤال من فضيلة الشيخ. اتفضل. كنت عايز اسال فضيلة الشيخ، هو فعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرد علينا السلام لو احنا سلمنا عليه؟ يا سلام يا سيدي، يا سلام. نورتنا يا سيدي والله، ربنا يكرمك. حاضر. اشكر حضرتك يا فضيلة الشيخ، وشكرا احنا اللي لحضرتك بنشكر ولأسرة حضرتك على البرنامج. وجودك معانا، وربنا يجمعنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وانا امين. بشكر حضرتك على السؤال ده بصراحه. أجمل وأفخم وأقيم وأعظم ما في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأجر فقط. يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها 10، والصلاة على النبي مقبولة وهي أفضل الأذكار وما إلى ذلك. لكن أجمل وأفخم وأقيم ما في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حياة لرسول الله. فكلما صلى وسلم أحد على رسول الله فإن الله يرد على رسول الله حياته ليرد السلام على من سلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحون في الأرض، اللي احنا بنسميه دلوقتي دليفري. في ملائكة، ده تمثال. ما انا هقول لك اهو، دليفري شغلانتهم ايه؟ دليفري. شغلانتهم ايه؟ توصيل. يعرفوا مين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فياخدوا الرسالة دي كده ثم يعرضوها على رسول الله. إن لله ملائكة سياحون في الأرض يعرضون علي صلاتكم علي، فمن سلم علي رد الله عليه روحي لأسلم عليه. فقال الصحابة كيف ذلك وقد أرمت يا رسول الله؟ إزاي يعني وقد بليت الأرض كده كلت جسدك وجسدك تحلل؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حضرتك كده بتقول لنا ان احنا كلنا في البلاتو بالساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا سيدنا النبي تعرض عليه سلامنا. نعم. الله اكبر. ولسه في ناس ما بتصليش على ما تصلوا على النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. بصراحه ما شاء الله. طيب عندنا سؤال تاني من استاذ اسلام من فيوم. اهلا وسهلا بالفيوم. بيقول لحضرتك ازاي يعرف ان هو ماشي على الطريق الصح؟ الله على السؤال الجميل ده. حلو حلو حلو.
هو اظن ان اخونا اسلام منتظر ان الشيخ يقول له طب انت بتعمل ايه، طب احكي لي بتعمل ايه، فالشيخ يقول له انت ماشي على الطريق الصح. لا، الشيخ ما يقدرش يقول لك انت ماشي على الطريق الصح. امال انت اعرف منين؟ سيادتك عندك عربيه؟ الحمد لله. لما بتيجي تركني كده مش بيبقى في حساس ورا كده ناحيه الشنطه بينبهك؟ بيقعد يزن. صح كده؟ صح كده. لو الحساس ده جه عليه شويه تراب كده مش هيزن، او ممكن ما يقدرش المسافه. صح. ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل واحد فينا جواه حساس، سنسور. الحساس ده عارف انت صح ولا غلط. يعني استاذ اسلام يسال نفسه ذاتي يا فندم، انا بصلي بصلي. طب انا بصلي دي الصلاه لله ولا للناس؟ طب انا بأدي الفروض بأدي الفروض. بس انا يا مولانا مش قادر اقيم. ليه؟ لان الحساس اللي جواك ممكن يكون جه عليه شويه تراب. ليه؟ الانسان لما بيبتدي يتعمد انه يعمل الذنوب والمعاصي التوازن بتاعه بيتبرجل. عارفه لما مثلا واحد يخش ينام الظهر فينام يقوم الساعه 8 بالليل فيظن ان الصبح جه فقايم جري علشان يلبس ويروح الشغل، البيولوجيه اللي في جسمه باظت. فالانسان لما بيتعمد يعمل الذنوب والمعاصي الحساس اللي جواه بيبقى بايظ، فيبتدي يزين لنفسه ان الغلط صح. انا مش هصلي عادي جدا، انا هاكل حق الناس اللي شغالين معايا عادي جدا. ليه؟ لانه ضاع، سنسور باظ. طب اعمل ايه عشان اصلح السنسور ده بقى؟ اعمل جداً. ايه؟ محتاج اعمل استغفار كتير جدا، استغفار حقيقي مش استغفار اعداد وبس. لان الاستغفار استغفار قلبي وقولي ولساني. ليه بقى؟ لان الاستغفار هو عبادة تخفيف الحمولة. بخفف حمولة قلبي وبغسل عمال اغسل. لما يبقى عندنا حاجة كده غالية علينا، ملابس غالية علينا ويجي فيها بقعة، فبندور على افضل المساحيق. صح. مع انه سهل ان انا اروح اشتري حاجة تانية، لكن اصلا انا بحب دي، فانا مش هتحب اكتر من نفسك. فافضل مسحوق تغسل بيه قلبك الاستغفار. والقلب لما بتخف حمولته بيبقى جامد شوية، فمحتاج شوية صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طيب. الاستغفار والصلاة على سيدنا النبي. الطبخة الحلوة دي محتاجة شوية ملح عشان يظبطوها. الصدقة 3 حاجات: استغفار، صلاة على النبي، الصدقة. ادخل في الحيطة بعد كده بقى، انت هتبقى عارف انت داخل في الحيطة صح ولا غلط. احنا كده ردينا على استاذ اسلام وردينا علينا وعلى كل المشاهدين معاه. نعم. طيب عندنا استاذة هالة من الدقهلية بتقول لحضرتك ان هي ما بتصليش الفجر. نعم. ومش عارفة تعمل ايه عشان تصلي الفجر. محتاجين برضو من فقه الدعوة ان انا اعرف ليه ما بتصليش الفجر. ما يمكن شغالة في مهنة ما سهرانة طول الليل. فان كان لها عذر فهي معذورة بعذره. يعني واحد بتاع امن فبيسهر طول الليل لحد الساعة 2 صباحا، ما يقدرش من بعد 2 يستنى الفجر فبينام، ما بيعرفش يقوم، فله عذره. من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. طب اذا لم يكن لها عذر، هنا بقى نقول لها هي هنا سؤالها ان هي مش عارفة تصلي الفجر، عايزة ازاي تعرف تصلي الفجر؟ ما انا فاهم. طيب اذا ما لم يكن لها عذر تعمل ايه؟ اولا نحاول ناخد بالاسباب، نحاول ننام بدري. الحاجة التانية قبل ما ننام نقرأ خواتيم سورة الكهف. مشايخنا يقولوا أن خواتيم سورة الكهف لها فضل ولها سر في إن أنا تعمل لي ألارم بقى، اظبطي 100 منبه، بس يبقى الإنسان بيقراها بيقين. طبعا ده لم يأتي في حديث، دي من المجربات اللي جربها مشايخنا فحكوها لنا، إن أنا أقرأ سورة الكهف. الحاجة الثالثة إن أنا أشوف مين بيصلي الفجر. يا جماعة ما ترنوا علينا كده نصلي الفجر إن شاء الله. وأخد احتياطاتي. في أول فترة هتبقى صعبة جدا، بعد كده هتبقى عادة. أذكر إن جدي عليه رحمة الله في آخر أيامه كان شارف على 70 يعني، فجاله جلطة أفقدته عن الحركة، فكنت أشوفه بعيني والله. هو كان من أهل الفجر يعني، كنت أشوفه بعيني وقت الفجر هو ما بيقدرش يتكلم وما بيقدرش يتحرك، عينه تفتح ويدمع يا حبيبي، مش عارف يقول لحد قوم وضيني. فاحنا كنا عاملين بقى، عرفنا ان حالته النفسية ما بترتاحش غير مع صلاة الفجر. سبحان الله، عشان هو اعتاد مع انه مريض ومع الرخصة وينام. اصبحت في دمه. في حاجات كده الانسان بيعملها تبقى عاملة زي نفسه. في الاول بتحتاج مجهود، لكن بعد كده هي بتبقى بتصير في دمه. يعني انا زوجتي في بداية زواجنا كانت تقول لي ايه، انا لما بتزعل مني بحس ان انا مخنوقة مش قادرة اتنفس. طبعا دلوقتي خلاص بقت تتنفس. لا هي اكيد لغايه دلوقتي لما بتزعل لا اكيد، ولما هتتفرج علينا هتقول لحضرتك في حاجات الواحد بيعملها
فتصبح كأنها أنفاسه. يعني واحد طول الطريق بيصلي على سيدنا عليه النبي، الصلاة والسلام. تسأليه تقولي له أنت ما بتزهقش، ريقك ما ينشفش، ده يقول لا ده القلب ده عامله بينبض زي بالصلاة على النفس. النبي. ففي حاجات كده الواحد بيعتبرها كأنفاسه، في الأول بتبقى صعبة، بعد كده بتعود عليها، بعد كده تبقى في دمي. طيب السؤال التاني عندنا من أستاذة مروة، بتسأل حضرتك عن الخطاب الديني. بتسمع إن ده يقول إن هو عندهم حق والناس تانية بتقول عندهم حق، فهي مش قادرة تعرف الخطاب الديني تروح فين بالظبط. لابد لمن أراد أن يدرس الدين أو يقيم الكلام الديني أن يكون له شيخ. يبقى لي شيخ. ما ينفعش أنا أقعد على الفيسبوك كده وأشوف شيخ بيتكلم شكله ما عجبنيش أقول له لا ده أي كلام. بنسمع كتير يعني. فلا بد أن يكون للإنسان شيخ، وشيخ مربي. في فرق بين الشيخ اللي بيطلع يقول كلمتين، وفي فرق بين الشيخ المربي. الشيخ المربي ده ما بيفرقش معاه يظهر ما يظهرش، يتشهر ما يتشهرش، ده بيربي. ربى واحد، ربى اتنين، ربى تلاتة، بس ده شيخ مربي. كنت دايما كان ليا مقال أقول فيه هناك فرق بين الداعية المربي والداعية النجم. الداعية النجم قد يكون في أول النهار يخطب وفي آخره يكذب، لأنه عايز يحافظ على الوهج والبريق. أما الداعية المربي هو لا يشغل باله إلا بربنا سبحانه وتعالى، مفيش مشكلة خالص. طيب أنا هسأل بقى حضرتك السؤال ده، إزاي لما أعوز أختار الشيخ أعرف أنهي شيخ في الوقت المناسب ده يناسبني؟ احنا الحمد لله ان احنا في بلد الازهر. الحمد لله طبعا. بس مش هقول اكتر من كده. الحمد لله ان احنا في بلد الازهر. طب السؤال الأخير بقى ده من نصيب حضرتك. يا رب خير. لا هو خير إن شاء الله، حضرتك تجاوبنا عليه. إيه الموقف اللي حصل مع حضرتك أثر فيك مع سيدنا النبي؟ هقول انا من الناس المحبه قوي. انا ما اعرفش اعمل في حياتي حاجه غير ان انا اروح اعمل عمره واحج. ما اعرفش يعني، ما الزوجه تقول لي عايزين نصيف، اقول لها حاضر نصيف، بس عادي يعني بنصيف عشان دي حاجه يعني للزوج. وانا من المشايخ يعني برضو من جمله الحاجات يعني اللي بحب ولادي يجربوا كل حاجه معايا. يعني انا ما احبش ولادي يبقوا نفسهم في حاجه وانا بدافع ان انا شيخ احرمهم. ومش لازم ابن الشيخ يطلع شيخ، وده جزء من التربيه. يعني مش لازم ابني يطلع اول ما يتولد يبقى مولود بدقن، يعني لازم يعيش التجربه يعني. فانا لا اعرف شيء في حياتي يمتعني غير ان انا اكون في الروضه الشريفه او في الحرم. احب قوي ده، احبه قوي من صغري، من نعومه اظفاري. وانا في الجامعه كان هوسي، وانا كنت الحمد لله طالب متفوق، كنت دايما اكرم ودايما، فكان هوسي ان انا اعمل عمره. والوالده ربنا يديها الصحه يا رب كانت مع لا عمرت عمره ولا حجت وبتاع. واذكر ان انا اول عمره دي اتفقت انا واصحابي ان احنا هنطلع عمره بالباخره عشان يبقى الفلوس قليل. فامي ست جميله وطيبه، فقالت لي طب انت هتعمل عمره وانا لسه؟ فقلت لها خلاص شكرا، مش طالب. بعد شويه كده ربنا قدر ان انا هطلع الحج، وطلعت الحجه اول حجه في عمر مبكر، يعني في العشرينات يعني. عقبال كل المشاهدين. اللهم امين. ربنا يا رب ما يقطعنا ابدا يعني. باذن الله. فكعادتنا في بيوتنا متربيين ان انا لو هاجي ازور حضرتك ما اعرفش اخش بايدي فاضيه، ما يصحش. طبعا ما يصحش، حتى لو انت مش محتاجه. صح. فيعني في مثل كده في الارياف يقول لك انا غنيه وبحب الهديه. صح. فمش هينفع ادخل بايدي فاضيه على سيدنا النبي. فاعمل ايه؟ حلوه الكلمه دي، ما ينفعش اخش ايدي فاضيه. مش عارف. حلوه. اصل سيدنا النبي هو اللي وداني، مش انا اللي رحت. لا حلوه قوي. فالمهم انا رجل بحب كده، ليا محاولات شعريه يعني. فانا هخش على سيدنا النبي بكلمتين كده بتوعك يا سيدنا النبي. فرحت كاتب كده: يا رب صل على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. يا رب صل على النبي وآله وارحم إلهي من أتاك بحبه. يا رب صل على النبي محمد واجعله لنا شفيعا في غدي. دي ملكية فكرية للعبد الفقير إلى الله. وأنا بقى إيه كتبتهم وعمال أقولهم عشان أخش. ركبت الطيارة بقولهم، وصلت الفندق بقولهم، داخل المسجد النبوي بقولهم، دخلت الروضة لم أذكر شيئا. نور سيدنا النبي. سيدنا النبي عايز يقول لي أنا جايبك هنا مش عايز منك حاجة، أنت تعالى هنا، أنت اللي عايزني أنا مش عايزك. دخلت يا أستاذة، وكان ما كانش فيه تضييق على يعني ما كانش فيه تايم في الروضة بقى في الوقت ده، كنا لسه لحقنا قبل الحجز. أنا لو داخل بيت أبويا
ما كانش البيت فضيلي بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. انا ليا صوره في الروضه، اول صوره كأن الروضه دي انا في اي بي ومدخليني ما لوحدي. شاء الله بسم الله. فده موقف من المواقف اللي سيدنا النبي طبطب عليا فيهم قوي 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 يعني. أعزائي المشاهدين، بشكر ضيفي أستاذ إسلام النواوي، وبشكر حضراتكم وأسيب حضراتكم مع دعاء جميل من شيخنا. اتفضل. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك، واجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم وسع أرزاقنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، ورب لنا أبناءنا واحفظهم. اللهم كل من كان مشتاقا لذرية فعجل له برزق يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وما أغمنا يا رب العالمين، واجعلنا في أمانك وضمانك وحصنك وحرزك المتين. اللهم احفظ مصر وأهله، اللهم احفظ مصر وشعبه، اللهم احفظ مصر وولاة أمرها. اللهم اجعل راية مصر دائما خفاقة يا رب العالمين. اللهم لا تكسر لمصر راية يا رب العالمين. اللهم من كان لنا فكن في عونه، ومن كان علينا فاكفنا شره يا رب العالمين. اللهم رب الحل والحرام والركن والمقام والمسجد الحرام، ارزقنا دوما زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وصل ربي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.